وارحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر لأبي وأخي وارحمه رحمة واسعة رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متسبي رأس الجميع، قال لك تقارير مغربية، تقارير حمصية. فكل ده مش جاي معايا، فانتوا مستنيين ان انا اتكلم في زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية. طيب مش جاية معايا دلوقتي. طيب هتبقى امتى؟ قال لك سندرس الأمر جيدا في لجنة التخطيط. طيب وبعدين يعني الأهلي هيشارك ولا لأ؟ ده موضوع لوحده. بس أنا بقول لك خدها مني يومين بالظبط، يومين بالظبط، وهتلاقي متسبي بقرار زيادة عدد الأندية. الزمالك والرخصة الأفريقية دلوقتي في ظرف 20 ساعة الحق، ده الزمالك حل كل مشاكل إيقافات القيد، مفيش معاه غير 5 إيقاف قيد بس. من أين لك هذا يا زمالك؟ لازم نسأل نفسينا. بابا نويل ولا بابا ممدوح عباس ولا ده كنز بابا ممدوح؟ منين بجد؟ لازم يملكوا الشفافية اللي هم حلوا كل ده منين. الناس من اسبوعين 3 ما كانوش لاقيين مدرب، ربنا كرمهم بمدرب رازوفيتش، ماشي ربنا يبارك لكم. ما كانوش لاقيين فلوس يعملوا معسكر، ربنا بيقول لك كرمهم بمعسكر في تركيا، اردوغان بيمسي عليهم، ماشي. من اين لك هذا يا زمالك؟ سؤال لازم نطرحه. وموضوع ادهم حامد والاهلي. ادهم حامد لاعب مش وحش، ومش اللي هو عالي اوي، يعني لاعب ممتاز، لعيب ممتاز، ولا منه اللي هو عالي اوي. طب حتى تلاقي حتى مثلا بيراميدز مثلا ما دخلش فيه، ما هو اي حاجه توب الاهلي بيتكلم عليها بيراميدز بيجري عليها، دي حاجه معروفه يعني. بيقول لك بيراميدز اتعاقد مع بيتر شرويلي بتاع سان داونز. فدلوقتي الاهلي مستني يشوف زيادة عدد الأندية ولا لأ في خلال يومين، وأنا بقول لك لو ما زادتش الأهلي هيجري على إقرار الذمة المالية. من حقه، من حق. أنا بقدم إقرار ذمة مالية. من أين لك هذا يا زمالك؟ أرض بملايين بمليارات ترخيص، وأرض جاي منها جزء استثماري، رغم اللي فرع الأهلي في المنصورة الجديدة قال لك لا يوجد جزء للاستثمار. ما علينا، ما هو البلد متزملكة يا ريس، لو انت مش واخد بالك ده روح اكشف رمد. لو انت مش واخد بالك من الكلام ده اكشف رمد قولا واحدا يعني. و سؤال يطرح نفسه، من أين لك هذا يا زمالك؟ أظن الرسالة وصلت. وراديو الزمالك اللي شاغل نفسه بالأهلي أكتر من الزمالك، ده إمام عاشور جاله عرض من اتحاد جدة، ده رايح اسم
مش عارف، نادي حديث طالع من الدوري الانجليزي، مش عارف ده جاي له سيلتيك، ده مش عارف ايه، ده بيجيبوا له عروض اكتر من وكيله وهم قاعدين. يا سبحان الله. ف يعني يا ريتوا تركزوا في ناديكوا شويه، شوفوا بقى وقوفات القيد، تشوفوا الارض اللي البلد مديها لكم، تسيبوكوا من الاهلي شويه. انا عارف الاهلي عامل لكم عقده حتى في اوسخ مواسمنا، ويعني في اقل مستوياتنا برضو احنا شغلينكم. يعني يا راجل يا مؤمن خليك في ناديك، شوف بقى ايقافات القيد اللي عليكم، شوف المدربين اللي مش كانوش راضيين يجولكوا، والحمد لله ربنا وفر لكم واحد مختل عقليا يعني اللي هو يقبل بيكوا. وانا بقول لك مش هتبقى في دوري الابطال برضه. السلام عليكم ورحمة الله.